السلام عليكم. شم النسيم يعني منجقونة، ومش أي منجقونة، دي المنجقونة البورسعيدي الأصلية. النهاردة هنعمل مع بعض المنجقونة البورسعيدي أو بريوش شم النسيم بمقادير سهلة جدا ومتوفرة في كل بيت. وكمان هقولك لو أي مكون مش متوفر عندك في البيت إيه البديل ونجيبه منين. لكن اللي أهم من المقادير هو التكنيك أو خطوات العمل. لازم تلتزمي بالخطوات كويس جدا علشان تطلع معاكي أحلى منجقونة بورسعيدي. وانا متأكدة انك لو عملتيها بنفس الخطوات اللي احنا هنعملها في الفيديو هتعتمد الطريقة وهتعمليها كل سنة، وكل سنة وانتم طيبين. يلا نبدأ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وما تنسيش تفعيل الجرس علشان يوصلك اشعار منا بكل جديد. اول حاجة هنجيب بولة واسعة وننزل بكوباية مية دافية، عليها معلقة كبيرة من الخميرة الفورية ونص كوباية من السكر البودر. بنقلب الخميرة كويس جدا مع السكر لحد السكر ما يدوب معانا الى حد ما. بعد كده عندنا نص كوباية زبدة على زيت، ومعانا 2 بيضة. بناخد بيضة كاملة وبياض بيضة، والصفار بحتفظ بيه لدهان الوجه فيما بعد. طالما نزلت بالبيض يبقى معانا نص معلقة فانيليا، سواء فانيليا سائلة او فانيليا باودر، المتوفر عندك استخدميه. بعد كده جهزت المواد السائلة، هبتدي اجهز المواد الجافة. والمواد الجافة بتاعتي عبارة عن نص كيلو من الدقيق اللي هو 3 كوبايات ونص. ببتدي ان انا انخلهم كويس جدا علشان اضمن نظافة الدقيق. بعد كده عندي معلقتين كبار من اللبن البودر، واللبن البودر هنا اختياري، ممكن تستغنى عنه، لكن هو بصراحة بيدي تيست عالي جدا للمنجقونة. بعد كده عندي نص معلقة من البيكنج باودر ورشة ملح. ببتدي ان انا اعجن المكونات بتاعتي كويس جدا لحد ما تديني عجينة طرية زي ما احنا شايفين، مش يابسة، لا هي بتلزق في الايد ولا هي يابسة قوي، بنفس القوام والملمس اللي احنا شايفينه ده. طالما البولة بتاعتي نطفت بالشكل دوت معناها ان العجينة بتاعتي اتخدمت صح. بعد كده بجيب البولة بتاعتي وبنزل بمعلقة كبيرة من الزيت واحط العجينة بتاعتي واسيبها لحد ما تخمر. بغطي العجينة بتاعتي كويس جدا واحطها في مكان دافي. وده شكل العجينة بتاعتي بعد ما خمرت، اخدت تقريبا نص ساعة او ساعة الا ربع. بعد كده بفرغ العجينة بتاعتي من الهواء واسيبها تخمر مرة تانية، والحركة دي بتدي المنجقونة بتاعتي هشاشة غير طبيعية. بمسك العجينة بتاعتي والفها كويس وابتدي ان انا احطها بالشكل اللي احنا شايفينه دوت. اضغط عليها نص ضغطة وابتدي ان انا اغطيها علشان وشها ما يشققش معانا، واسيبها تقريبا 10 دقايق مش اكتر. بعد من كده بشيل الغطا بتاعي وابتدي ان انا اقطع العجينة بتاعتي الى كور متساوية الى حد ما. ببتدي اقطعها بالشكل اللي احنا شايفينه دوت. بعد من كده باخد قطعة قطعة وابتدي ان انا اكورها. باخد القطعة واحاول ان انا اكون كل الكور بتاعتي متساوية، وابتدي ان انا اكورها زي ما احنا شايفين بالظبط كده. وهو دوت حجم البريوش اللي انا عايزاه. الحجم هنا براحتك، حابه تكبريه حابه تصغريه دي حاجه ترجع لك، لكن انا حابه البريوش بتاعي يكون بالحجم دوت. وبراعي جدا ان انا اخلي البريوش بتاعي كله حجم واحد. شايفين انا بكور العجينه بتاعتي ازاي؟ هو ده بالظبط بالشكل ده. بعد كده بغطي الكور بتاعتي بعد ما خلصتها خالص تخمر كمان 10 دقايق، او بمعنى اصح اريحها 10 دقايق مش اكتر. بعد كده بجيب الكرة بتاعتي وافردها بالشكل اللي احنا شايفينه في الفيديو دوت. انا هنا بضغط على العجينة وافرد من جوه لبره، بعملها بالظبط رول زي ما احنا شايفين بالشكل دوت. واحاول ان انا اخلي الرول بتاعي كله سمك واحد والفه بالشكل ده. وده شكل البريوش بتاعتي بعد ما لفيته. هنعملها كمان مرة. شايفين؟ هنبتدي ان احنا نلفها حوالين بعضها بطريقة سهلة جدا. ابتدي ان انا اخد الطرف بتاع البريوش وانزله لتحت علشان ما تفتحش معايا اثناء التخمير. بعد كده بجيب صينية وادهنها اي مادة دهنية او ابطنها بورقة زبدة. هنعملها كمان مرة. انا عايزة السمك بتاعي يكون قد بعضه، ما يبقاش حتة رفيعة وحتة تخينة. ولابتدي ان انا الفها بالشكل ده، سهلة جدا. شايفين؟ باخد الطرف بتاع البريوش وانزله لتحت واحطه في الصينية بتاعتي.
وده شكل الصواني بتاعتي، او ده شكل البريوش بتاعي بعد ما خلصته تشكيل. ببتدي ان انا احطه في مكان دافي يخمر مرة تانية. وده شكل البريوش بتاعي بعد ما خمر مرة تانية. بجيب صفار البيضة اللي كنت محتفظة بيه في التلاجة وبنزل عليه بنص معلقة فانيليا واقلبها كويس جدا. بعد كده بجيب معلقة مية دافية او معلقة لبن وادوب فيها ربع معلقة صغيرة من قهوة سريعة الذوبان. بقلبهم كويس جدا وابتدي ان انا ادهن وش البريوش بتاعي بصفار البيض. الخطوة دي مهمة جدا ولازم تكوني حريصة وانت بتدهنيه علشان ما تطلعيش الخمر بعد من كده. لازم تدهني البريوش بتاعك بالراحة جدا وكوني حذرة في الخطوة دي. ببتدي ان انا ادهن البريوش بتاعي كله بصفار البيض زي ما احنا شايفين. بعد من كده حابة تحطي على وشه سكر سنترافيش اللي هو السكر الحبيبات العادي، وده المتبع دايما في المنجقونة البورسعيدي. اما لو انت مش حابة فما فيش مشكلة خالص، ممكن تسيبيها سادة. انا هنا عملت صينية وحطيت على وشها سكر، والصينية التانية عملتها من غير سكر او سبت وشها سادة. دي الصينية الاولانية بعد ما خلصناها ورشينا عليها سكر، ودي الصينية التانية بدهنها بصفار البيض فقط. هدخلها الفرن سادة. يبقى انا عملت صينية حطيت عليها سكر والصينية التانية سبتها سادة. المنجقونة بتاعتي او البريوش بتدخل فرن درجة حرارة عالية تقريبا 200، رف اوسط من النار من تحت فقط. الفرن بتاعي لازم اكون مشغلاه قبلها على الاقل بربع ساعة. بدخل المنجقونة بتاعتي رف اوسط درجة حرارة 200. مجرد ما تستوي من الارضية بطفي النار من تحت واشغل الشواية 5 دقايق لحد ما تاخد اللون اللي احنا شايفينه. وده شكل المنجقونة بتاعتي بعد ما طلعت. ايه رأيكم في الجمال؟ شايفين؟ خطيرة. شايفين الهشاشة؟ شايفين كل ما اضغط عليها بترجع تاني ازاي؟ شايفين الطراوة؟ طب نفتحها كده ونشوفها من جوه. شايفين العجينة بتاعتي قطنية جدا. شايفين؟ اظن شكلها بيتكلم عن نفسها. مش قادرة اقولك هي جميلة قد ايه. ده البريوش بتاعي اللي كان بالسكر، وده البريوش اللي كان سادة. اتمنى انكم تجربوها وان شاء الله تعجبكم وتنال رضاكم. كل سنة وانتم طيبين في رعاية الله. سلام عليكم. باي باي.